مبرمج بنشوفه بيصحى على رساله بعتتها له ترينيتي المبرمجه على الكمبيوتر بتاعه، وفجاه بنلاقي الشرطه بتقتحم المكان اللي فيه ترينيتي. والشرطه هنا في الفيلم كانت تحت حكم الذكاء الاصطناعي، او ممكن تكون هو الاي اي ذات نفسه، وكانوا بيحاولوا يقضوا على اي حد بيقدر يعرف الحقيقه ان الالات استحوذت على البشريه، وكانوا عارفين ان ترينيتي واحده من الناس اللي عارفه الحقيقه، فكانوا بيحاولوا يقضوا عليها ولكنها بتهرب منهم وبتجري على التليفون اللي بيرن، ولما بترد على التليفون بتختفي من العالم الافتراضي وبتفوق في العالم الحقيقي، وبتبقى نايمه على كرسي متوصل في دماغها زي كابل يو اس بي بيدخلها جوه العالم الافتراضي ده. وترينيتي ما كانتش لوحدها اللي عارفه حقيقه الماتريكس او الخدعه اللي عملتها الالات دي في البشر، عشان كان في فريق من المبرمجين كانوا بيسعوا انهم يخرجوا الناس من الماتريكس ويقضوا على الالات دي، فبيتواصلوا مع نيو وبيبعتوا له رساله وبيقولوا له قابلنا في مكان معين عشان الاي اي ما يعرفش مكانه ويخلصوا عليه. فنيو بيقابل مورفيوس واحد من المبرمجين اللي اتحرروا من الماتريكس وبيعرض عليه عرضين، تاخد الحبايه الزرقاء ولا الحبايه الحمراء، وبيقول له لو اخدت الحمراء في الحاله دي هتقدر تعرف الحقيقه، لكن لو اخدت الزرقاء في الحاله دي انت هتنسى كل اللي احنا قلناه لك ده وهتصحى عادي بشكل طبيعي في العالم اللي انت كنت فيه. فنيو بيختار طبعا الحبايه الحمراء عشان يعرف الحقيقه بالكامل، وبعدين بيفوق نيو من العالم ده وبيلاقي نفسه في المكان ده وبيكتشف ان هو عايش في كبسوله من ضمن مليارات الكبسولات اللي كان عايش فيها البشر. فالآلة بتتخلص منه زي ما بتتخلص من اي حد بيفوق من الماتريكس وبتسيبه يغرق، لكن مورفيوس والفريق ينقذوا نيو ويعالجوه، ولما بيفوق بيكون مصدوم ومش مستوعب العالم الحقيقي ده. بس بعد كده مورفيوس بيحكي له ان هم عايشين تحت الارض، وده عشان الارض متدمره بالكامل، عشان الاي اي في اواخر القرن العشرين قدر يطور نفسه واصبح واعي لدرجه ان البشريه فقدت السيطره عليه وبدات الالات تستحوذ على البشريه. فكان في صراع بين البشر والذكاء الاصطناعي، والاي اي كان بيستمد طاقته من الطاقه الشمسيه، فوقتها الانسان كان بيحاول يمنع الطاقه الشمسيه وما كانش قدامه غير طريقه واحده بس، هو انه يدمر الكون كله ويخلي السماء كلها غيوم. لكن الاي اي قدر يطور نفسه بسرعه واكتشف ان جسم الانسان بيولد الكترونيات، فقرروا انهم يستغلوا اجسام البشر عشان يستمدوا الطاقه منهم، وخلقوا الماتريكس عشان يخدعوا البشريه ويعيشوهم في واقع افتراضي بدون اي مشاكل من البشر. يعني حرفيا البشر كانوا عبيد في عالم غير حقيقي، واللي قدر يهرب من الالات دي هو اللي نجا، واللي نجا قرر انه يواجه الالات دي ويحرر البشر من الماتريكس. فلما بنشوف العالم اللي صنعته الالات دي في الفيلم بتلاقي العالم محاكي للعالم الحقيقي بالظبط، والناس بتتاثر فيه وجميع حواسهم بتتفاعل في العالم الافتراضي ده. يعني مثلا نيو لما وقع من على مبنى عالي نزف في العالم الافتراضي، ولما بيصحى بيلاقي نفسه نزف في العالم الحقيقي. وكمان بنقدر نعرف انه لو مات في العالم الافتراضي بيموت كمان في العالم الحقيقي. اهلا بيكم في تكنوبيديا.